ده ليه شنة ورنة. كلنا عارفين إن كلمة شنة ورنة دي بتتقال على حد مشهور أو ذو مكانة مرموقة. طب انتوا عارفين بقى إن كلمة شنة ورنة أصلها فرعوني؟ كلمة رن بالمصرية القديمة يعني الاسم، والاسم عند الملوك كان حاجة مقدسة، لأن كان في اعتقادهم إن الروح بتتعرف على الجسد في العالم الآخر عن طريق الاسم. وده اللي لقوه منقوش على المقابر، ومش على أي مقابر، دي المقابر الملكية، ودي كانت حاجة أساسية عند الملوك، لدرجة إن تحتمس الثالث طمس كل الأسماء بتاعت حتشبسوت مرات أبوه من على المقبرة بتاعتها علشان ما توصلش للأبدية وتتحرم منها. أما بقى بالنسبة لكلمة شن فمعناها الأبدية بالمصرية القديمة، وكانت بتترسم على شكل قرص الشمس المشرق على الأرض، ودي كانت العلامة اللي مستوحى منها شكل الخرطوش الملكي اللي كان بيتكتب عليه أسماء الملوك، وكان شكله دائري واتطور مع الوقت وبقى شكله بيضاوي. ولو جمعنا الكلمتين شنة ورنة مع بعضهم، دي معناها بالمصرية القديمة صاحب الاسم الشهير. ومقولة تاني بتقول إن كلمة شنة ورنة أصلها عربي، ترجع للفعل شن يعني شن غارة على الحرب، ورن تخبيط السيوف أثناء الحرب برضه. وشنة ورنة هنا معناها بالعربية يعني الهيبة اللي داخل بيها الشخص كأن شنة غارة في الحرب. عرفتوا بقى شنة ورنة أصلها إيه؟ وما تنسوش